السلام عليكم البنات، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. بالنسبه للوصفه ديال اليوم البنات، انا غادي نحضر معكم بسبوسه بالدقيق ديال الفينو. تتجي اكثر من رائعه البنات، تتجي رائعه وبنينه ومعلكه وتتجي غزاله بزاف. بالنسبه للمقادير اللي عندي هنايا واحد الياغورت صغير، عندي كاس لاروب الليمون، كاس لاروب سانيتا، كاس لاروب الحليب، وكاس لاروب ديال الزيت، عندي جوج بيضات، وعندي شويه ديال الملحه، عندي واحد فانيلا وجوج خمارات حمرين. المهم هادو المقادير الاولى. من بعد غادي نزيد النواشف، يعني الدقيق الابيض والدقيق الفينو. المهم غادي نبدا على بركه الله. بالنسبه عندي هنايا جوج بيضات، ضروري البنات يكونوا بحراره المطبخ، يكونوا يعني ما يكونوش في الثلاجه. هنايا عندي كاس لاروب ديال البرتقال، عصير برتقال، معاه واحد شويه ديال واحد معلقه صغيره ديال البرتقال محكوك، قشره البرتقال. عندي كاس ديال لاروب ديال سنيده، وكاس لاروب الحليب، وهنا كاس لاروب ديال الزيت. صافي البنات غادي نضيف هاد المليحه صافي، وغادي نضيف فاني، وغادي نخلي الخميره البنات يعني حتى نوضعها مع الدقيق الفينو والفورس. صافي هنا غادي نوضع غادي نضيف هاد دانون. هذا هي دانون صغيره البنات، ماشي داك الكبير، شويه يعني الصغير كاع. صافي من بعد غادي نحرك هاد العناصر مزيان البنات حتى يندمجوا مع بعضياتهم مزيان. يعني عاد غادي نضيف النواشف. صافي هانتوما البنات كما تلاحظوا انا غادي نحرك مزيان، يعني حتى نحس بديك سنيده دابت. صافي البنات هنايا بالنسبه للخليط يعني اندمج مع بعضياتهم العناصر الاولى. غادي نضيف العناصر يعني اللي غادي نضيف هنايا. هانتوما البنات يعني بالنسبه للعناصر الثانيه عندي هنايا جوج معالق كبار ديال الكوك. هذا الكوك من النوع الجيد، يعني المهم الكوك اللي عندنا نضيفوه ماشي مشكل. عندي هنا كاس ديال الدقيق الابيض، وعندي كاس ديال الفينو. يعني البنات انا باقي غادي نضيف واحد نص كاس اخر، ولكن قلت تنخلط هاد جوج كيسان، كاس ديال الفرص وكاس ديال الفينو، نشوف القوام ديال الخليط هو الاول، عاد نشوف واش غنزيدو ولا لا. فالبنات هنا غادي نحرك الخليط ديالي مزيان حتى يندمجوا هاد العناصر مزيان. من بعد غادي نشوف الخليط يعني واش غادي يحتاج انني نزيدو ولا لا. هانتوما البنات بالنسبه يعني القوام ديال الخليط ها هو، يعني باقي خفيف. غادي نعاود نضيف ليه واحد نص كاس اخر ديال الدقيق ديال الفينو. ها هو البنات، هذا دقيق البنات ديال الفينو يعني اللي تنعجنو ديال الخبز. غادي نضيف جوج خمارات حمرين البنات. صافي وغادي من بعد غادي نخلط العناصر تاني مزيان. هاد البسبوسه البنات تجي رائعه، تجي خفيفه، تجي خف من هذيك اللي تنحضروا بالسميده، تجي رائعه زوينه البنات. صافي البنات الخليط تيجينا او القوام تيجينا على هذا الشكل. صافي هنا البنات غادي نجيب المول اللي غادي نوضع فيه هذا الخليط. هنا بالنسبه لهذا المول انا دهنته بالزبده وبالدقيق ديال الفينو. صافي غادي نوضع الخليط ديالي في هذا المول، وغادي ندخلو الفران على عافيه يعني مهيله، ما تكونش مجهده بزاف وما تكونش ناقصه بزاف. ومن بعد غادي نوريكم الشكل ديالها من الطيب. صافي البنات هانتوما غادي نوضع اللاطه في الفران، ومن بعد غادي نخليوها طيب. هنا البنات من بعد ما يعني طابت ليا البسبوسه ديالي هي باقا سخونه البنات،
هنا تنسقيوها بواحد الكاس ديال الليمون. هنا هاد الكاس راه بارد، يعني راه غليته قبل، هي جات فيه الغليه وحيدته، يعني ماشي واحد شويه هكا فوق البوطه، تجي فيه ديك الغليه الاولى وتنحيدوه. البنات هنايا غادي نحاول نسقيها مزيان بهاد الليمون او عصير البرتقال. صافي نتوما البنات كما تشوفوا، يعني من بعد ما شربات غادي نحاول نحيدها من هاد سميتو، غادي نحطها في هاد من هاد حيدتها من داك المول فاش طابت، وغادي نوضعها في واحد طبق ديال التقديم. نتوما البنات البسبوسه ديالي تتجي غزاله البنات، تتجي رائعه، تتجي رطبه ومحمره. نتمنى ان شاء الله تعجبكم، يعني سهله دغيا تتوجد. وبالنسبه للتزيين يعني ممكن نزينوها باي حاجه متوفره عندنا. انا بالنسبه غادي نزينها بواحد الشيء ديال الكونفيتير، هذا الكونفيتير ديال البرتقال حضرته يعني في المنزل. هنا عندي شويه ديال اللوز. هاد البسبوسه البنات جات رائعه بهاد البرتقال، او بهاد الكونفيتير ديال البرتقال ديال الكليمانتي جا غزال. اكيد يعني شي مره غادي نحضروا معكم. صافي تنحاول نحيد هاد البقايا صافي، وغادي نزينها بهاد اللوز، وممكن نزينو باي حاجه البنات. صافي البنات هذه هي البسبوسه ديالنا. من بعد ما يعني زينتها على هذا الشكل بطريقه بسيطه، نتمنى ان شاء الله تعجبكم. المهم هو المذاق تيجي رائع، تجي فتيه ورطبه، تجي معلكه، شاربه داك يعني داك الكاس العصير ديال البرتقال، تيجي مذاقها زوين. انا هنا غادي نقطعها معكم باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل. يعني التزيين تيبقى على حساب اي حاجه متوفره عندنا البنات، ممكن نزينو بها. صافي البنات هذا هو الشكل ديالها البنات، تتجي فتيه من الداخل، تيجي فيها واحد اللون غزال البنات. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا في الكومنتيرات واش عجبتكم. يعني تتجي غزاله البنات، يجربوها على حسابي. صافي البنات هنايا بالنسبه يعني الوصفه ديال اليوم بسيطه وسهله وتتوجد معنا دغيا، وتتجي رائعه البنات، تتجي رائعه في المذاق، مذاقا وشكلا تتجي رائعه البنات. صافي هنا البنات انا غادي ندوقها البنات. نتوما البنات رائعه البنات، فتيه فتيه فتيه، وتتجي محمره وطيبه مزيان، تتبان رائعه البنات والمذاق اروع. رائعه البنات، مذاقها غزاله البنات، وديك الطيبه ديال البرتقال تجي فيها غزاله. ونتمنى ان شاء الله البنات تجربوا الوصفه وتعجبكم. وشكرا لكم البنات على المشاهده ديالكم وعلى التعليقات ديالكم واللايكات ديالكم والمشاهده ديالكم. شكرا لكم بزاف بزاف البنات، والسلام عليكم.